اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحشتوني يا أحلى متابعين وأحلى ناس في الدنيا. كلامكم أو كومنتاتكم بتديني طاقة، بتديني حماس إن أكمل كل ما أجي. يعني انتوا عارفين لما بيكون واحد نفسيته تعبانة او عنده ظروف او كده، خلاص يعني هبطان قاعد مش عاوز يكمل، مش عايز بفتكر كلامكم فبيديني طاقة ان اكمل واقوم واعمل فيديوهات. انا عارفة الايام اللي فاتت ما عملتش فيديوهات لظروف ما فكنت تعبانة شوية وما زلت، بس الحمد لله بنحمد الله على كل شيء. طبعا بكرة أحلى، هنفضل نقول بكرة أحلى، وإن شاء الله بكرة هيبقى أحلى. تفائلوا بالخير تجدوه. فصباحكم فل وورد وياسمين عسل، طبعا عسل زيكم. صباحكم تفاؤل، حياتكم كلها تفاؤل. عفوا. طبعا انتوا اللي بتديني الطاقة القوية دي، فبقوم تاني وبكمل. طبعا انا عارفة ان انا قصرت في الفيديوهات، ما نزلتش فيديوهات الايام اللي فاتت، وبنقول يا رب ان شاء الله باذن الله الايام اللي جاية احلى، وان شاء الله الايام اللي جاية هيبقى يعني هنلتزم شوية. لايك وشير وسبسكرايب مطبخنا على قدنا مع ام قريش. اللي ما اشتركش في القناة يشرفني في قناتي ويدخل يشترك في القناة عشان ما عادش فيه تفاعل زي الاول على القناة. تمام، هندخل مطبخنا ونسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف هنعمل ايه. طبعا الولاد طلبوا مني شاورمة لحم، شفتوني وانا بقطعها صوابع، طبعا صوابع رفيعة كده، قطعتها صوابع رفيعة خالص عشان اللحمة لازم تكون رفيعة عشان تستوي. تمام، لازم تكون رفيعة علشان تستوي. بعد ما قطعتها شرايح او صوابع رفيعة هنشوف تبلناها ازاي. حطينا شوية خل كويسين كده محترمين عشان خاطر طبعا ده حسب الكمية بتاعت اللحمة بتاعتك. شوية خل، فلفل اسود، شوية كمون، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، مكعب مرق دجاج، والملح بتاعك حسب الرغبة، وشوية سكر. تمام، تبلناها وسبناها ساعة 2، بيتناها في التلاجة، دي براحتك خالص زي ما تحبي تعملي. تمام، طاسة على النار وفيها شوية زيت. انا مش هنزل بكمية اللحمة كلها مرة واحدة، انا هنزل على فترات او على مراحل عشان اصدم اللحمة كويس، وبعد كده ايه تتشوح في بعضها كده وتستوي. لحمتي صغيرة بتستوي ان شاء الله على طول. لحمتي مش واثقة ان هي صغيرة، 3/4 كوباية مية مغلية، وبعد ما بشوحها التشويحة المظبوطة تمام بنزل ب3/4 كوباية مية واسيبها تعيش حياتها تستوي براحتها. وبعد المرحلة دي هنشوف هنعمل ايه. تمام، انا نزلت باللحمة بتاعتي اهي، بفضل اقلب فيها عشان اشوحها تشويحة مظبوطة كده، وبعدين انزل بالكمية الباقية. اهم حاجة التتبيلة يا جماعة بتاعتنا، اهم حاجة التتبيلة بتاعتنا. التتبيلة بتاعتنا حطيناها او بهاراتنا. على فكرة حطوا معلقة بهارات مشكلة او بهارات لحمة او 7 بهارات. تمام، ف نسيت اقول لكم ان في معلقة بهارات، يبقى خل ومعلقة بهارات 7 وفلفل اسود وكمون، توم باودر، بصل باودر، بابريكا مع مكعب مرق دجاج، والملح بتاعك حسب الرغبة، وشوية سكر.
طبعا انا معايا بصلتين حلوين كده شرايح، طبعا على حسب كمية لحمتك، وطماطم مقطعاها برضو مكعبات كبيرة كده او شرايح كبيرة يعني تخينة شوية. البصل والطماطم ده انا مش عايزاهم يغيروا لونهم، مش عاوزة يغيروا لونهم، تمام، ولا يتبلوا ولا اي حاجة، عشان عايزاهم زي ما يكونوا فريش كده عن اللحمة. هي لحمتي خلاص استوت، لما لحمتي خلاص استوت بنزل بالبصل وبنزل بالطماطم، ماشي. مرحلة السوا بتاعت اللحمة خلاص، احنا بقينا في مرحلة السوا خلاص استوت، نزلت بالبصل الشرايح والطماطم. طبعا ما فيش يعني مش هتفضل كتير على النار، وهنزلها عشان خاطر البصل ما يغيرش خلاص كده. شوية بقدونس مخرطاهم ونزلت عليها بعد ما نزلتها من على النار وقلبتها وسبتها. معايا معلقتين طحينة بقى، هنعمل ايه شوية طحينة كده، معلقتين طحينة، هنزل بعصرة ليمون، شوية خل، شوية فلفل اسود، شوية كمون، الملح بتاعك حسب رغبتك، عايزة تحطي شطة حطي، مش عايزة خلاص، وشوية كزبرة ناشفة. تمام تمام زي الفل. طبعا معايا مية دافية وهقلب، والسمك اللي انت بتحبيه في الطحينة بتاعتك توصلي له، السمك اللي انت حباه توصلوا له زي ما تحبي السمك بتاع الطحين. تمام. اهم حاجة بهاراتي، وتقلبيها تقليبة مظبوطة كده، وخلاص هتبقى ايه تمام كده زي الفل، وبألف هنا وصح. تمام. انا عملت التومية، هنعمل التومية كوباية مية اهي، كنت عملتها على فكرة على النار، كوباية مية ومعلقة نشا كبيرة، كوباية مية ومعلقة نشا كبيرة على النار، وفضلت انا قلبتها الاول قبل ما احطها على النار، ونزلت على النار بيها قعدت اقلب لما بقت سميكة وسبتها بردت. جبت الكبة بتاعتي اهي، الكبة بتاعتي الصغيرة دي، ونزلت فيها عشان اعمل التومية. احلى من المحلات 100 مرة، واطعم من المحلات 100 مرة، وضمناها عارفة انا عاملة فيها ايه. معلقة نص معلقة توم كبيرة، ونزلت بالنشا بتاعي اللي انا عملته، وشوية زيت، شوية خل، وعايزة تحطي ليمون برضو حطي. تمام. بضربها على كم مرحلة، اول مرحلة بحط شوية زيت، تاني مرحلة بحط شوية زيت، يعني كل ما تضربيها تشوف السمك بتاعها وتزودها شوية الزيت، ما بنحطش الزيت مرة واحدة عشان ما تقطعش منك وتفصل منك. انا بحط الملح اهو، واحط كمان شوية زيت واضرب. المهم انت ما تحطيش الزيت مرة واحدة. تمام. والله تحفة في منتهى الجمال، هتدوقيها او انت جربيها ودوقيها وقولي لي رأيك ايه في الكومنتات، دي ولا بتاعت بره، ولا الطحينة اللي بنعملها ولا بتاعت بره. اهو حطيت كمان شوية زيت اهو، وارجع اضربها تاني. نضربها بقى واوريكم السمك بتاعها، هفضيها في طبق واوريكم السمك بتاعها. طبعا الكلام ده كله موجه لبناتنا المبتدأ حياتها، طبعا بيبقوا محتارين يا عيني وهم واقفين في المطبخ مش عارفين هناكل ايه، طب هنعمل ده ازاي، طب عايزين نعمل مش عارف كده، يعني بتحصل كتير، وطبعا ده عادة ان هو بيحصل. اما اخواتنا وامهاتنا والجماعه اللي زينا كده، طبعا احنا عارفين ان احنا كلنا شطار وبنعمل كل حاجه. اما احنا عايزين نعلم بناتنا عشان وهم بيبتدوا طبعا حياتهم، ما فيش حاجه تقف معاهم، تبقى حياتهم حلوه سلسه كده وجميله وحلوه وسعاده واطمئنان، ما فيش حاجه تقف معاهم. تمام. ويا رب فرح كل بنت، ويسعد كل بنت، ويرزقهم الذرية الصالحة يا رب، وحياتهم تكمل بالسعادة والهنا والاطمئنان دايما يا رب.
خلاص انا جبت عيش سوري على فكرة. انا ما عملتش العيش ده، قلت ما فيش وقت، اشترينا عيش سوري. دي الشاورما دي مصرية مش سورية، مصرية. بيقول لك اتفائلوا بالخير تجدوه، بكرة هيبقى حلو ان شاء الله. عايزين دايما نوفي ونكفي واحنا في مطبخنا كده. اي حاجة موجودة نمشي نفسنا بيها، نعمل على قدها، واقل حاجة عامة احنا بنعملها في بيتنا بتكفينا وتبقى احلى من بره بجد. اقل حاجة فعلا بنعملها في مطبخنا، اي حاجة لقيناها في الفريزر بنطلعها ونعمل عليها وليمة وبتمشي. فاحنا بنحاول بقدر الامكان ندبر امورنا. انا عملت اول سندوتش على فكرة ما صبرتش ان يتعمل على الجريل. الحمد لله خدته اكلته من غير ما يتعمل على الجريل. انا حطيت الجريل بتاعي على النار ودهنته زيت علشان اعمل السندوتشات بتاعتي على الجريل. تمام. فاقل حاجة يا بنات في المطبخ ممكن نعمله، اقل حاجة خالص. يعني مثلا انا عندي كبدتين وقنصتين، طلعتهم عملتهم بشوية بصل وفلفل اسود ومش عارفة ايه، وجنبهم طبق بطاطس بيتمشي. لو عندك صدر فرخة ممكن تغيري فيه وتزوديه، ده طماطم ده بصل ده فلفل الوان ده معرفش ايه، فبتعدي وان شاء الله تعدي. ومرنا وازماتنا واللي احنا فيه كله ان شاء الله هيعدي. محدش طبعا هيموت من الجوع، ومحدش ان شاء الله ربنا ييسرها لكل من كان يا رب، وييسرها لجميع العالم. ربنا يسترها يا رب علينا. خلاص انا عملت شويه سندوتشات، قلت اعمل شويه سندوتشات كده على بعض عشان ايه اعملهم على البوتاجاز. طبعا خيار مخلل، توميه، طحينه، وبلف السندوتش بظبطه من هنا ومن هنا عشان ما يفكش مني وهو على النار. لما تيجي تقلبيه او على النار كده ما يفتحش منك، لازم تحكميه وتقفليه من يمتين. بصوا انا بتني كده الرغيف واحط توميه وادهن واقفل الرغيف من ناحيتين. بصوا بقى الجمال والحلاوه، التوميه والطحينه. يا ريت تجربوها وتقولوا رايكم في الكومنتات. استودعكم الله.